ايه مواصفات الطبيب الناجح؟ انا بالنسبه لي الطبيب الناجح هو اللي قدر ياخد حاجه اسمها سب سبيشاليتي، اللي هو التخصص. يعني ممكن تلاقي حد مثلا كويس في الامراض الجلديه، ولكن هو اشطر واحد بيعرف يشتغل زراعه خلايا البهاء، هو اشطر واحد في الليزر، هو افضل واحد تروحي له لجراحات الجلد، جراحات الاظافر، جراحات الاورام الجلد. من افضل الناس في الحقن والتداخل، حالات السكارز، حالات الاصابات، الناس اللي عندهم ندبات او علامات. فعشان كده انا خدت الجراحه دي. يعني الجراحه كان من ضمن اساسياتها هي فكره ان انا عايز ادمج بين الجلديه وبين جراحات الجلد التداخليه او التجميليه، ابقى راجل عندي المهاره الكافيه اني اقدر اجمع ما بين سكين والسيرجري، وان انا اقدم للعيان افضل خدمه. ايه بقى مواصفاته كناجح تانية؟ الشخصيه طبعا، مع الناس، الفاميلي، ياخد باله من عيلته ويفضل برضو على لقاء مع الناس، لان برضو الفاميلي عباره عن سبورت، ده مهم قوي. فانت ازاي تجمع كل ده؟ صعبه، تيجي على زي ما بقولك ما بنامش، تيجي على كل حاجه، ولكن في الاخر برضو هو دي المواصفات الناجحه. النجاح بيكون انك واخد بالك من كل تفاصيل حياتك، مش بس انك شاطر وخلاص.